مصر بتتهدد؟ مين بس يا جماعه اللي بيهددنا؟ احنا اسفين من قبل اي حاجه، احنا اسفين احنا اسفين ومش هنعمل كده تاني. شش. احنا اسفين ومش هش بقى، احنا قلنا هش هرش والله. قال لا ده اللي بيهددنا حميدتي، انت بتهددنا احنا ليه كده يا جماعه؟ ما قلنا بلاش نزعل حميدتي، مين اللي زعل حميدتي؟ رسالة مهمة جدا، احنا سكتنا كتير ودي اسمعوا مني أنا الآن. قبل كده بيقولوها الناس الآخرين، لكن اسمعوا مني أنا الآن. احنا أي طيارة تقوم من أي مطار من دولة مجاورة، أي طيارة تسقط تضرب تقتل أي مسيرة تقوم من أي مطار، احنا بالنسبة لنا هدف مشروع. بتقول ايه؟ احنا بالنسبة لنا هدف مشروع. مش سامع والله، بتقول ايه؟ احنا بالنسبة لنا هدف مشروع. يا جدع علي صوتك يا جدع، مش سامعين بتقول ايه؟ احنا بالنسبة لنا هدف مشروع. اهداف مشروعه. انت تعرف دمتم سالمين؟ ما تخافوش يا مصريين، ما تخافوش، اهم حاجه ما قالش مصر، طالما ما قالش مصر ما نخافش. وضربوا قدرا من دولة مصر بالطيران المصري الغالي، ولكن سكتنا كثير جدا. قلنا يا جماعة النادي اللي يصحوا ويتراجعوا، لكن للأسف الشديد هم يوم متمادين والآن هم خشوا في الماء. ايه ده؟ هدد مصر وقال مصر من سنه وما عملش حاجه؟ يا جدعان يمكن المره دي بيتكلم بجد ولا حاجه. مصدران عسكريان مطلعان للجزيرة أن الطيران المسير للجيش السوداني دمر في الساعات الأولى من فجر اليوم طائرة شحن في مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي البلاد. وانا اللي بقول عليك كبرت وعقلت وكلامك بقى يتاخد على محمل الجد؟ تصدق ما حدش بيتاخد. تخليني اغلط فيك ليه طيب؟ بص يا حماتي، بص يا سيدي، وما سيدك الا المصريين. مصر كدوله لما تحب تبعت رساله تحذر فيها العدو ما بتبعتلوش مثلا رساله مباشره، فاهم؟ ممكن مثلا نبعتها له على صيغه فيلم، صيغه مسلسل، صيغه اغنيه. روح وقول لي اللي مقويك لو زنقتك هلعب فيك. تخيل لما البلد تلعب بيك واحنا نلعب فيك، في فرق كبير. انا مش قصدي حاجه والله، انا بس بفهمك. انت عارف يا حميدتي اخر ميليشيا تحدت مصر حصل فيها ايه؟ انا مش قصدي حاجه، انا بس بفهمك. خد بالك يا حميدتي، احنا لحد دلوقتي مش لاقيين قصه لمسلسل رمضان 2026، فخد بالك لحسن تكون دعوه امك وتبقى انت البطل يا ابن المحظوظه. بس ممكن نجيب مين يمثلك، اصل انت ساعتها هتبقى بتقابل وجه كريم بقى. هو احنا هندور على اي حد زيك؟ يعني مثلا ممكن نلاقي حد مثلا جاهل راعي ابل، بلده اصلا مش السودان، ما عندوش قلب سافك للدماء، بيضحك عليه ويتاخد منه ثروات بلده. اكيد هنلاقي حد يمثلك، ما تقلقش احنا هنتصرف. اهم حاجه انت خد بالك من نفسك وامسك اعصابك، وعلى الله يا حميدتي ما تقلقش. استنونا الفقره الجاية.